في يوم من الأيام في دبي. جاي يطلب يد بنتك حور. أبشر يا ولدي، عطى الضيف يا أبوي. بنتي حور مهرها غالي ما يقدر عليه خيال، ما أرضه إلا من الحور العين. وش قولك بالفارس يا بنيتي؟ الشور شورك يا أبوي، بس حسيت إنك غليت عليه شوية المهر. يا بنيتي أنا ما أبدلك بنجوم الليل، ترى أنت عندي غالية. بدأ رحلته بشغف باحثا عن المواد التي طلبها والد حور لعطر يليق بجمالها. عبر الأدغال وتحدى البرارين في سبيل مكونات تحكي قصة حبه. جاءت لحظة تجربة حور لحور، أسر عبير قلبها وفاز برضا والدها. حور العين معتاد على الدلال، فحتما هذا ما يليق بك. بطبوطاتي، الحمد لله يا ربي. اليوم نشارككم فرحتي ونعلن لكم عن افتتاح شركتي هنا في الامارات في مجال العطور وتصنيع العطور. قبل ما جيت لهنا كنت دايره ان اوبجيكتيف في راسي اللي هو اني نتعلم صناعه وانتاج العطور، وهذا الشيء اللي درته وفتحت شركتي. ربي وفقني. العطر صنعته هنا في الامارات بايادي جزائريه دائما من ميزون اسمي غامد، هو عطر حور العين. شوفوا الاسم هذا اسم بزاف سبيسيال، خيرته لانه ما كاش حاجه احسن من حور العين، سواء عندنا احنا كنساء ولا كرجال. حاجه جايه من الجنه وحاجه ترمز انه كل ما هو جزائري اصيل. فقررت انه المنتج اللي صنعته انا بيديا يكون قمه في الفخامه. ما حبيتش ندير لكم عطر عادي ولا بكرتونه ولا علبه عاديه، درت لكم بوكس اومدا بالطبع. سواء الهدايا سواء تحطوه هذا العطر هدايا، وبكل ثقه نقولها يضاهي الماركات العالميه، لانه كل شيء فيه اوريجينال، كل شيء فيه اوريجينال، كل شيء فيه. وحتى المصانع اللي صنعت فيها العطر هذا من كبار المصانع هنا في الامارات. شوفوا لي بطبطاتي لا بوكس كيفاش تجي، شوفوا لي الفخامه، شوفوا لي كيفاش يتفتح. لهنا كي تفتحوه مكتوب معتادة على الدلال، فحتما هذا ما يليق بك، وصح هذا ما يليق بك كجزائرية. تاعو كيفاش تجي، شوفوا لي القرعه عباكم، قرعه دو لوكس، قرعه كاليتي، وما نهضر لكمش على الريحه. شوفوا بطبوطاتي برك باش نقول لكم، انا هدايا عندي شحال من اللي صنعته وكنت حطاته في المحل، وجماع اللي جاو عندي للمحل وشافوه شموه داوح. فانا كنت دايره ستوك باسكو هذا العطر هذا راح يكون ايديسيون ليميتي، ما نزيدش نصنع منه ايديسيون ليميتي هنا في الامارات، هذا ما كان، لكن وفرته لكم في الجزائر. وشنو كميه قليله، كميه جدا. غير ما حطيته في المحل لهنايا في جميره وجاو المواطنين بداو يشموا فيه ما امنوش. انا نقول لكم نص الكميات باعت قبل ما تلحق حتى العطر حور العين. من افضل العطور اللي تقدري تكسبيه خصوصا في فصل الشتاء. العطر هذا ديغا بزاف بزاف هايل. شوفوا يرمز كل ما هو عربي، الليالي العربيات العربيات تاع الف ليله وليله، شغل الريحه تاعو سبيسيال والريحه تاعو تقعد وتبقى. انا يا ليدي اللي درتها تاع هاد لا بوكس، وكي كتبت معتاده على الدلال فحتما هذا ما يليق بك. شوفوا الرجال بعثوا لهم لي ستوري، هذا تمدوا كوم كادو لمرتك ولا لحبيبتك، شغل حاجه بالطبع راك قيمت بها فريمون، حاجه شابه البنات. ما عنديش منه بزاف، اديسيون ليميتي. لو بارفان هذا صح ضربه صح اون تيوري، راهو ديسبونيبل في الجزائر في الحانوت تاعي في دراريا. خليكم الانستغرام تاع الحانوت، ادخلوا اشقاو وروحوا كاين تاستور شموه ورجعوا لي الخبر. من افضل العطور ومن افخم العطور اللي تقدروا تكسبوهم في حياتكم كامل، وهذا صنعته بكل حب. احلامي حطيتها في هذا العطر. مسيرتي كامل في مجال العطور شغل يلو كان مسيره صغيره، ولكن خدمته بكل حب، خدمته بكل اتقان، برك باش يوصل عندكم العطر هدايا 9000 دينار 900,000. وشوفوا 9000 دينار لو بري اي تيلمون ريزونابل. راح تقولي لنا راح نشري شانيل، تروحي تشري شانيل في كرتونه، ميم سي كو شانيل مي تروحي تشريها في باطه. انا هذا لو بارفان شوفوا ديجا برك لا بوكس تاعو شحال تسوى. لا بوكس تاعو حاجه فخمه وحاجه ثقيله وحاجه كاليتي. الزيوت تاعو جبتهم من فرنسا،
شغل سنيت حتى لحقوني زيوت من فرنسا، وزيد سو تريتونس مع اكبر المصانع هنا في الامارات، وزيد واش درست على باش نحقق شهادات مؤهله اللي تاهلني لصناعه العطور، وزيد هذا كامل والشحن تاعو من الامارات للجزائر. صدقوني راني برك شغل ماشي ما حقه هدايا، لانه رانا نشوفوا عطور اللي ما كاين والو، والله الاسم برك ابخي يتباعوا حتى ل 2 مليون 3 مليون. هذا لو بارفان هذا صدقوني والله العلي العظيم غير قيمته اكبر من هذا المبلغ هدايا، وجميع وحده تشمو ترجع لي الخبر وجاطون فو غوتور. وانا انسانه دائما نخلي النجاحات تاعي تعمل صدى، والحمد لله.